السلام عليكم. في موضوع عايزين نتكلم فيه بالنسبه لموضوع القهوه، لان في السوق النهارده قهوه مغشوشه كتير، فاحنا عايزين نعرف الحل، نعمل ايه مع الموضوع ده؟ يعني اتعامل ازاي؟ عايز اشرب كوبايه قهوه نظيفه، كوبايه قهوه مظبوطه وتكون بيور طبيعيه، نعمل ايه؟ اولا لو حد يقدر ان هو يجيب الحبوب زي ما انتم شايفين كده، دي حبوب قهوه يشتريها من المحل بتاع البن، يشتريها زي ما هي كده ويجيب مطحنه في البيت او يطحنها في الكبه، تمام، يبقى زي الفل. لو هيطحنها في الكبه طبعا هتبقى خشنه مش هتنعم قوي، فلو هيعملها على الاسبريسو، الناس اللي عارفه الموكا بوت، طبعا احنا عارفين الموكا بوت وعملنا عنه فيديوهات قبل كده، ولو عايزين نعمل لكم فيديوهات ثانيه، ده بيبقى زي ما انتم شايفين كده 3 قطع. البن بيتحط هنا لما بيبقى مطحون، طبعا بيبقى ليه بن مخصوص يا جماعه، علشان ما حدش يجيب البن التركي اللي هو الناعم ويعمل هنا في الموكا بوت ده موكا بوت ايطالي، تمام يا جماعه؟ علشان في ناس بتتلخبط ويعمل البن التركي هنا يقوم يطلع معاه وحش، يبقى يقول لك ده الموكا بوت ده وحش، ده بيطلع قهوه وحشه، تمام؟ يبقى هيجيب الحبوب دي ويطحنها، لو هو عنده مطحنه يدويه او غيره، او يقدر يجيب مطحنه اللي هي بالكهرباء تطحن بن تركي ناعم زي ده كده، ناعم بودره. التركي بيبقى ناعم بودره، الاسبريسو بيبقى اخشن شويه زي الشاي كده. لو يقدر يعمل كده تمام، يبقى انت كده حليت مشكله البن المغشوش، مش هتعرف، محدش هيعرف يغش لك البن، لان حتى لو التوليفه مش كويسه بس هتبقى بيور طبعا. البن المغشوش بقى، طبعا ده بن مغشوش يا جماعه اهو، تعالى قرب عليا كده يا ريتو بعد اذنك. وده بن ايه؟ مش مغشوش، محدش هيعرف يفرقه طبعا. الشكل مش هيفرق يا جماعه، او ممكن في بعض الاوقات الشكل بيفرق، بيبقى البن المغشوش ده فاتح شويه، والبن ده ساعات بيبقى لونه حلو، يعني لونه الكافيه، بيبان عليه كده، سبحان الله، يعني الحاجه الطبيعيه بتبان. طب انا ما عرفتش افرق من اللون، من الطعم، الريحه، الحاجات دي كلها بتفرق في الموضوع بعد ما بعمل الفنجان وبشربه. علشان ما اقولكش بقى ايه، انا هقول لك على الاسرار و5 اسرار تكتشف جوه البن، انت اللي بتكتشف بنفسك، المتذوق هو اللي بيكتشف بنفسه، مش اكتر من كده. لو عجبك البن المغشوش اشربه، انت حر، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. بس اللي عايز يبعد عن البن المغشوش يشرب، يجيب البن حبوب ويطحنه في البيت، ان شاء الله يطحنه في كبه الخلاط. انا سهلت لكم الموضوع. الموكا بوت ده يا جماعه في منه على امازون، يعني تشتريه على امازون بضغطه زر بتشتريه، بيجي لك لحد البيت عادي جدا، يعني الموضوع مش صعب، اشتري ارخص حاجه عادي، وبيتعمل على النار عادي جدا، ومش محتاج كهرباء ولا الكلام ده. نعمل بقى شويه قهوه للاستاذ وليد، علشان ايه؟ بس من البن النظيفه وليد، ما تقلقش، مش هعمل لك من المضروبه وليد حبيبي يا ابو عمر. هنرجع لكم تاني بقى ونعمل القهوه، هنوريكم القهوه اهو. يا عم وليد سكرك ايه؟ مانو يا باشا. مانو؟ ان شاء الله. طبعا من ضمن برضه الفيديوهات اللي عملناها، كنا عملنا فيديوهات عن القهوه المظبوط والمانو طبعا اللي عارف اهلا وسهلا بيه، الناس اللي عارفه يعني ايه مانو. مانو ده في السكر، ومانو ده ممكن يبقى في البن اللي هو ما بين الوسط والايه والغامق. المانو بيبقى مثلا ايه، معلقتين او معلقه ونص، يعني على حسب في ناس تعمل في كوبايه كبيره فتبقى معلقتين، لو كوبايه صغيره فنجان صغير تبقى معلقه ونص. قلنا يا باشا بن المظبوط يا باشا اهو. طبعا انا بعمل على الستيم يا جماعه، في ناس ما عندهاش مكان الستيم ده، بيعمل على البوتاجاز او على النار او غيره. يعني الناس اللي في شغل في كافيتريات او اماكن شغل بيبقى عنده المكنه دي، فما حدش يشغل دماغه بالموضوع، الطريقه بتاعت العمل يعني. ولو عندك المكنه في البيت ممكن تعمل القهوه التركي. خلي بالكم يا جماعه، دي قهوه تركي مش اسبريسو، هنعمل اسبريسو دلوقتي عشان نوريكم الفرق بينهم. اشتغل تمام. قرب هنا على القهوه وليد بعد اذنك. طبعا وشها زي ما انتم شايفين كده. على فكره ممكن لو بن مضروب يبقى وشه كده برضه عادي يا جماعه، اللي يقول لك بقى الفرق بين الوش ده والوش ده، في فرق وفي فرق برضه، الوش بيبقى عالي جدا، يعني في البن المضروب الوش عالي جدا، ده بيبقى بن مش في شك، يعني شك فيه.
ممكن الناس تعمل وش عالي بس بيبقى بن مضروب او بن طبيعي، بيبقى وش عالي شويه بس مش عالي قوي. تمام. فزي ما قلت لكم هنرجع في الاخر للحبوب. ده تاكيد 100% بيور، وانا متاكد ان القهوه تمام يبقى نشتغل حبوب. يا اما اخد من المطحن قدامي كده. تمام يا جماعه. نعمل واحد اسبريسو بقى عشان نعرف الناس الاسبريسو. تعالى يا عم وليد كده بعد اذنك. ده الاسبريسو يا جماعه اهو. الاسبريسو يا جماعه اللي هو بيبقى درجه الطحن بتاعته. تعالى كده يا وليد. درجه الطحن بتاعته زي ما انتم شايفين كده خشنه زي الشاي، وممكن اخشن من كده على فكره، في درجات اخشن من كده بكتير، بس انا عامل الدرجه دي يا جماعه علشان ماشيه مع المكنه، هي اللي ظابطه مع المكنه عندي، لان كل مكنه بقى لها طحنه معينه كده. فهنعمل اسبريسو ونوريكم الاسبريسو بيبقى شكله عامل ازاي برضه، وبأقل الامكانيات اهوت، مش مكلفين نفسنا ولا الكلام ده كله يعني. بنساوي ده. تعالى يا وليد بعد اذنك قرب عندي هنا. مش عارف انت بتبعد ليه يا وليد. تعالى يا وليد. وليد تعالى هنا. ماشي يا عمر ماشي. انا ما بشرحش الاسبريسو، هو انتوا كده كده احنا عاملين الاسبريسو قبل كده كام مره، يعني العمل بتاع الاسبريسو هو اللي بيبين من غير ما نشرح. الاسبريسو طبعا بيبقى طريقته غير طريقه القهوه التركي. زي ما انتم شايفين القهوه بتتعصر وينزل الخلاصه بتاعتها. دي القهوه الايطاليه. دي القهوه الايطاليه اللي هي الاسبريسو. اي حد يقول لك انا جايب من ايطاليا بن تركي ما تصدقوش. مفيش حاجه اسمها بن تركي في ايطاليا. ايطاليا كلها بتعمل الاسبريسو ده بس، وده توليفه معينه وطحنه معينه، وكل حاجه ليه من اول الالف لحد يعني لحد الياء، يعني من الالف للياء بن اسبريسو. مفيش حاجه. في ناس بتعمل البن الاسبريسو ده يا جماعه، بيجيب ده، يعني بيجيب ده اسبريسو، حبوب اسبريسو بتبقى جاله من ايطاليا مثلا او من اوروبا، وبعدين يطحنها طحنه تركي ناعمه، بتبقى مززه قوي عليه. اللي يتقبلها اوكي مفيش مشكله. شوت الاسبريسو بتاعنا اهو. ده شوت الاسبريسو بتاعنا. دي القهوه الاسبريسو. دي ميه، بتبقى ميه قوام وميه. لكن القهوه التركي، شايفين القهوه التركي؟ دي القهوه التركي اللي هي بيبقى البن جواها، التفل جواها، وكل حاجه جواها بالوش. الوش بتاع دي كريمي. تمام يا جماعه. طبعا انا يا ريت ما كنتش طولت على حضراتكم، بس انا حبيت اقول لكم علشان الناس اللي بتقع في البن المغشوش. انت كده كده بتشتري بفلوسك، فبعد اذنك ما تشتريش بن مغشوش، ما تشتريش بن مضروب. اشتري حبوب او اشتري من مكان انت واثق فيه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده بقى، وتشيروا كده الفيديو علشان الناس حبايبكم اللي بيحبوا يشربوا القهوه، وتعملوا اشتراك في القناه. وان شاء الله نشوفكم على خير، وتطلبوا مننا اي حاجه هنظبطكم ان شاء الله.